سلام الله عليكم ورحمته وبركاته من عاصمة الصناعة في مصر مدينة دمياط كالعادة. عبده أسامة الزيات برحب بحضراتكم جميعا. النهارده يا جماعة يوم مختلف في حياتي أنا كعبده، يوم إن شاء الله مميز. جالي ضيوف من مدينة المنصورة بس هم منصبهم وموقفهم حساس، وناس كتير ظهرت معايا الصوت فقط، بيبقوا ناس كبار في الدولة أو ناس ليهم قيمة وقامة. فهنكتفي بس بعم محمد المنصورة، والراجل رفض ظهوره بس حبا فينا هيرد عليا بصوته. الحمد لله على السلامة يا عم محمد. الله يسلمك. منور دمياط. انت نور. معلش انا عارف ان انت بتتحرج على فكرة يا جماعة، هو الراجل مؤدب جدا جدا جدا، محرج يطلع في الفيديو وليس قيمته في الدنيا او في مهنته اللي مخليه رافض يطلع. الراجل ده زارنا في دمياط وزار دمياط اكتر من مره، وعايزين ناخد رايه في مدينه دمياط. رايك في دمياط يا عم محمد بما يرضي الله وربك وضميرك؟ مدينة جميلة شغلنا زي الفل. الطبقه اللي زي حضرتك اللي لفت العالم ولفت الدنيا وشافت الفurniture والموبيليا، رايك ايه في تقييم المنتج في مدينه دمياط؟ مع العلم ان حضرتك لفيت كتير قوي. وبالمناسبه يا جماعه انا بشكر عم حسين جبه، راجل محترم من مدينه دمياط، شغله عالي قوي. كرم عم محمد عشان عم محمد يستاهل الكرم، وكرمه عشان عبده عشان مبادره تعالى دمياط. فانا بشكره، هو مش موجود بس بشكر والله يا عم حسين جبه، كتر الف خيره من الوشوش السمحه في مدينه دمياط. عم محمد الاسعار في دمياط عامله ايه؟ الحمد لله رضا كويس. احسن من البراندات الكبيره اللي بتاخد سلعه منتج دمياط وبتحط فيه الوفات مبالغ فيها؟ احسن طبعا. طيب بالله عليك، انا مش وريتك شغل في براندات على الميديا متعلق عليه 90,000 و100,000، اقل من كده اكتر 15,000 او 18,000. اه حد ضايقك في دمياط يا عم محمد؟ لا، هو مفيش حد يقدر يضايقنا. لا مش قصدي بيقولوا ان في ناس بتمشي ورا الزبون يحاولوا يفرجوه بالعافيه، بيحاول ان انت لو اتفرجت في مكان ما حصلش نصيب للشراء يا عم عادل، ان انت وانت خارج بتسمع كلمه تضايقك كان مش شخصك لا سمح الله. لا، هل ده في اهل مدينه دمياط؟ لا والله. حسيت ان احنا ناس طيبه طيبين وناس محترمين. بامانه. ناس طيبين. انا مش عايز اتقل عليك بالاسئله، انا شايفك محرج، ما تكونش متضايق. انا دايما بقول للساده المشاهدين اللي يقول ما تجوش دمياط او دمياط غاليه، دمياط معاملتها وحشه، عم عادل ده تعال عم عادل يظهر معاك. تعال عم عادل ده يا جماعه مدير المكان هنا في معرض جبه. اهلا بيك يا حاج، هات ايدك نور الدنيا. احنا بنحاول نعمل سمعه طيبه لبلدنا ولمدينه دمياط دايما. قول لي تقييمك لينا، وعشان انت دمياطي بعد اذن عم محمد انت تقول لي حاجه ايجابيه فينا نطورها، ولو في سلبيه قول لي قدام الناس ما تحرجش. والله هو التقييم هنا، زعق شويه من الصوت. التقييم النهارده عندنا ظهور عم محمد، وانت النهارده ده شرف لينا حبيبي. للمعرض. حبيبي. انت شفت المستوى عندنا. لا انا عايز اتكلم بعد اذنك، انا شكرتكم ودي مش أيوة. عادتي ان انا بذكر اسامي ناس في فيديوهاتي، ولكن صدقني عم حسين في الجواب يستحق الشكر، عبد ابني يستحق الشكر، وانت والله العظيم ربنا تستحق يعزك. الشكر. ده حقيقه. بس انا بتكلم علينا كمدينه. ليه؟ انا لما جريت على الميديا يا جماعه انا كنت قادر يا عم محمد هقول للناس تعالوا عبده او تعالوا دمياط، تعالوا الزيات. مظبوط. انا بقول تعالوا دمياط. ما بيهمنيش بقى يا جماعه انت جيت دمياط طريق بورسعيد، جيت دمياط ابو هنديه، جيت دمياط الشعره، جيت دمياط كلمتني، جيت دمياط ما كلمتنيش، دي مش قصه. القصه ان احنا نبيع منتجنا من دمياط. البراندات بقت بتاخد يا جماعه شغلنا، والله بيحطوا في السلعه ب 30,000 جنيه، والعريس اللي بيدفع والزبون هو اللي بيدفع. النهارده بص يا استاذ اسامه، النهارده هو اللي يحكم. عم محمد لما شاف وشاف الاسعار اللي انت وريتها له، عم محمد النهارده مبسوط عندنا، الحمد مبسوط لله. في اماكن تانية. الحمد لله. يرجع الفضل ليك. لا الفضل لربنا بس. ونعم بالله، بس انت اللي وجهته ووديته. هذا من انت فضل الله. فرجته هنا وهنا 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 وعرف وشاف. قدام الكاميرا الله الوكيل، قول لي حاجه سلبيه نحاول نطورها مع بدون اصل النهارده حاجه سلبيه بالنسبه لك، مبادرتي او مبادرتك النهارده انت اللي هتحكم، لانك انت اتفرجت على كل ايوه حاجه. بس انت سامع عننا وعارفنا وسامع عبده، وحتى لو ما جيتلكش بالي شهر ولا اتنين أيوة. اكيد بتشوفني ميديا وبتتابع. انت كل يوم لما بتيجي بتلاقي تطور ولا لا؟ في كل دمياط كل يوم يبقى تطور. عندنا تطور. الحمد لله. يبقى كمدينه عندنا كمدينه بنطور في نفسنا وبندور في منتجنا وبنطور في كل شيء. الحمد لله. ربنا يجعل بلادنا عمار ودمياط دايما عاصمه الصناعه. عم محمد عايز تزود اي حاجه للناس؟ حبيبي الله يكرمك. بالله عليك. كل سنة وانت طيب. الحمد لله مبسوط ومرضي، مش ناقصك اي حاجه؟ رضا.
الحمد لله كل داخل سنه مدينة وانتم دمياط، مش من داخل مدينة دمياط، ده معرض حسين جبة الأساس في دمياط طريق بورسعيد. عبد أسامة زياد بشكركم. دمياط يا جماعة بلد الخير، ما تصدقوش اللي يقول لكم علينا حاجة. احنا بلد الصناعة، احنا عاصمة الصناعة مش بس في مصر، في العرب. وما تنسوش يا جماعة احنا فتحنا تصدير العراق، فتحنا تصدير الأردن، فتحنا تصدير المملكة العربية السعودية، فتحنا تصدير ليبيا والسودان والولايات المتحدة ولاية كاليفورنيا. استنوا كل جديد واستنوا عروض العمرة النهارده إن شاء الله. شكرا، السلام عليكم.